السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإخوان، مرحبا بكم من جديد على قناتكم. إن شاء الله اليوم سوف نتطرق إلى طريقة اختبار محرك ثلاثي الطور، يعني طريقة اختباره هل هو قد أتلفت أحد ملفاته أو لا زال في وضعية سليمة. هناك شيئين، اختبار ميكانيكي واختبار كهربائي. بالنسبة لاختبار ميكانيكي سهل وبسيط جدا، تختبر فقط من هذا هل هو يدور أو لا، وكذلك نفس الشيء تقوم بنزع هذا الغطاء. إن كانت هذه المروحة لا تتحرك فاعلم أن المحرك قد أتلف. هذا هو الاختبار الميكانيكي. الآن سوف نتطرق إلى اختبار الكهربائي. كما تعلمون، أول شيء بالنسبة لملفات سوف أتطرق إلى ذلك الشيء سوف أوضح لكم في بعض الصور. W1 مع W2 هذا ملف. بالنسبة ل V1 و V2 فهو ملف آخر، ملف ثاني. و E1 وال E2 فهو الملف الثالث. كما تلاحظون نفس الألوان، الأحمر مع الأحمر، والأسود مع الأسود، والأصفر مع اللون الأصفر. طريقة الاختبار: أول شيء سنقوم بنزع هذه الروابط النحاسية أو الفضية، سنقوم بنزعها أولا، وبعد ذلك نقوم بإحضار جهاز الملتيمتر أو الميتريكس أو الأمبيمتر. كما قلت لكم أول شيء نقوم بنزع بعد ذلك نقوم بإحضار جهاز كما قلنا لكم الملتيمتر أو الميتريكس. على اختلاف البلدان ونضعه في جهاز الرنين أو السماعة، جهاز الرنين، ونقوم باختبار. كما قلنا WA1 مع W2 سنقوم باختبارها أولا. إن كان يعطي الصوت فهذا يدل على أن الملف في وضعية سليمة. V1 مع V2 VE1 مع E3 هذا يدل على أن الملفات الثلاثة في شكل صحيح، لكن دائما تقوم بوضعه مثلا في WA، وإن استمع لك صوت في E1 E2 أو V2 فهذا يدل على أن المحرك قد أتلف. وكذلك تقوم اختباره مع المحرك مع التأريض. كذلك مع التأريض تقوم بوضعه مع التأريض من أجل التأكد هل هناك صوت. كما قلنا لكم هذا يدل على أن الملفات صحيحة، سليمة. سنقوم بإحضار محرك آخر من أجل اختباره، وهو محرك قد أتلفت أحد ملفاته. نلتقي بعد قليل. قد أحضرنا المحرك الثاني. كما تلاحظون نفس الشيء، E2 مع E1 و W2 مع W1 و V1 مع V2. أول شيء كما قلنا سنقوم بنزع هذه الروابط التي تربط المحركات، وبعد ذلك نقوم بالاختبار.
كالعادة إحضار الجهاز. W1 مع W2، هذا يدل على أن هذا الملف سليم. بالنسبة ل V1 و V2 فهو كذلك ملف سليم. بالنسبة ل E1 و E2 لا تسمعون أي صوت، نتأكد. هذا يدل على أن هذا الملف قد أتلف، يعني يجب إصلاحه أو تغيير المحرك من أجل يعني ضمان عمله بشكل سليم. إلى هنا نكون قد انهينا هذا الفيديو. إن شاء الله نلتقي في فيديو آخر. لا تنسوا ترك تعليقاتكم والضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس من أجل المواصلة وأن يصلكم جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.